صباح الخير من فلسطين، مع أحلى صوت زقزقة عصافير. وشكرا لحبيبتنا أم حمادة اللي بعت لنا الفيديو الجميل ده. وإن شاء الله الفيديو بتاعنا ده رحلة إلى فلسطين، هنتعرف مع بعض على مقيماتنا في فلسطين. أهلا وسهلا بيكم ورحلة إلى. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف مقيماتنا الفلسطينية شكلها إيه. يلا بينا اتفرجوا معايا على المنظر الجميل. انا مستمتعة اصلا بالفرجة على المنظر الجميل ده، ما شاء الله جميل جدا. يا رب زيح الغمة عن الأمة ويسر لنا أمورنا ورجع لنا حقوقنا. صباح مقدسي مع فنجان قهوة سادة وحبة تمر. الساعة 12. لقيمة 1 تفاحة. الساعة 12. لقيمة 2 كعك مقدسي. هذا الكعك مشهور عنا. طعمه شهي جدا. وعلى فكرة هذا الكعك لو انتقل من طلع يعني من القدس راح يختلف طعمه، وما راح يكون بنفس الطعمية اللي موجود فيها لو بتاكليه بالقدس نفسها. سبحان الله، له طعم لذيذ خاص جدا بالقدس. لا، اوعى تفكروا اني اكلته كله. هذا طبعا هذا مجموعة للعائلة كلياتها. انا اكلت الحتة اللي فوق دي مع نص حبة فلافل. بعد شوي اخذت نص كوب شاي، بس ما صورتوش. مع حالة نص كوب رز مع ربع فرخة مع كوب فاصوليا خضراء مع المرقة تبعتها. طبعا زي ما انتوا شايفين صحن الرز انا قسمته بالنص بين بشقفة الفرخة. ما اكلته كله، بس لزوم التصوير. الحالة كانت الساعة 5. وفي عنا من الأكلات الشهيرة اللي موجودة عنا في القدس وبفلسطين على العموم، اللي هي أكلة المسخن. دي صورة المسخن زي ما انتوا شايفين. المسخن عبارة عن خبز مفرود كبير، بيكون محطوط عليه بصل مقلى مع زيت زيتون، ومنحمر الدجاج بالفرن وبنحط على الوجه مع طبعا لوز وصنوبر. برتش على وجه الرغيف ويقدم مع لبن أو شوربة إذا حسب رغبة الشخص أو الأهل البيت اللي عاملين الطبخة. وتاني أكلة اللي مشهورة عنا اللي هي أيضا هاي المسخن وفي المنسف. هاي أكلة المنسف اللي مشهورين إحنا أيضا فيها، وهي عبارة أيضا عن رز ولبن مطبوخ. اللبن باللحمة، وبنحط طبعا معروف عنا هذا المنسف خصوصي للأكل الأعراس والأفراح. وصورت لكم إياهم صور المنسف والمسخن عشان طبعا مش موجودين عندي، بس حبيت أحكي لكم أو عنهم وأعطيكم فكرة عن الأكلات الفلسطينية الموجودة عنا. نرجع للقيمات اللي أخذتهم اليوم. الكوب بطيخ الساعة القيمة 3، الساعة 8.
لقيمة 4 نص كوب شاي مع 2 كعك. العيد لسه عندي منه كعكتين صغار. هذا محشي جوز وليس عجوة. الساعة 9. لقيمة 5 حبتين خيار. الساعة 11. نختم نهارنا أو ليلنا. هلا صارت الساعة بعد الساعة 11. وهي القدس بالليل والأقصى منظر. تصبحون على خير. وجبتي اليوم كانت الساعة 5. عبارة عن كف شاورما 2 رفيعين مع كوب خضار متقطعة. لقيمة 4 كانت الساعة 8. عبارة عن نص كوب شاي مع حبتين كعك قدر تلت كف. نشوف كده كيف تلت كف. تلت كف مع نص كوب شاي. لقيمة الساعة 8.